مساء الخير واهلا وسهلا بيكم مره تاني في القناه التقنيه. انا رامي، وفي الفيديو بتاع النهارده هنتكلم على اهم قائمه لمستخدمين الماك. القائمه ديت مخفيه وكتير مننا ما بيروحش عليها، ولكن هي من اهم القوائم. هنروح لها من على اللانش باد، وبعدين هنضغط على كلمه اذر. هتلاقي فيها مجموعه كده من البرامج، وهتلاقي هنا في حاجه اسمها اكتيفيتي مونيتور، وديت من اهم القوائم اللي انت لازم تكون عارفها ومحتاجها. لو انت عندك ماك، بتعمل ايه القائمه دي؟ مبدئيا كده بتديك كل القوائم البرامج اللي شغالة حاليا. في برنامج علق معاك، وقف معاك، عاوز تقفله غصب عنه، الموضوع بيكون سهل وبسيط جدا. يعني مثلا برنامج زي البرنامج ده كلين ماي ماك علق معايا، بضغط عليه دبل كليك، وراح فين؟ طلع فوق او نزل تحت، احنا معلمين عليه دبل كليك، بتلاقي القائمة ديت ظهرت. واول ما بتضغط كويت هنا بيقفل البرنامج ده غصب عنه. وديت حاجة كويسة جدا. في نفس الوقت هو بيعرفك ايه البرامج اللي شغالة عندك هنا. طيب ممكن نضغط برضو على الميموري. الميموري ديت المساحة التخزينية بتاعة الجهاز، الميموري بتاعة الجهاز، وتشوف ايه هي اكتر البرامج اللي بتستخدم، يعني بتسحب من الرام عندك في الجهاز. يعني جوجل كروم حاليا ساحب اكتر من 182 ميجا من الرامات اللي موجودة في الجهاز. فطبعا انت لما تلاقي برنامج شغال انت مش محتاجه، مش بتستخدمه، ممكن تقفله وتوفر معاك في الرامات، وفي نفس الوقت تسرع معاك الجهاز. طيب وكمان قائمة الانرجي، اكتر برضو برنامج بيسحب من البطارية بتاعة الجهاز. اهو هتلاقي جوجل كروم برضو، كلين ماي ماك، دي بالنسبة للبرامج اللي عندي. ولكن بالنسبة للبرامج اللي عندك ممكن تلاقي الموضوع مختلف، والقائمة دي مختلفة. في برنامج انت مش عاوزه اقفله عشان توفر في البطارية بتاعة الجهاز. كمان الديسك برضو المساحة بتاعة التخزينية، القراية والكتابة، هتلاقي البرنامج بياخد وقت شوية عشان يقدر يقرأ الملفات. وهتلاقي هنا البرامج برضو اللي بتعمل عملية قراية، يعني خلينا نقول انها بتستهلك من الجهاز برضو عندك على الماك بتاعك. طبعا النتورك اخر قائمة، الناس اللي بتسند وريسيفد ديت، عشان البرامج ديت ساعات بتعمل عملية سند وريسيف للداتا، يعني بتستقبل مثلا، بتعمل لها ابديت، بتعمل حاجة. فهتلاحظ هنا مثلا ان برضو الكروم هو اللي بيبعت ويستقبل اكتر كمية من البيانات في الوقت الحالي اللي انا مشغل فيه البرنامج دوت. فالاكتيفيتي مونيتورز ديت واحده من اهم القوائم اللي لازم تخليها عندك. هتضغط عليها كليك يمين من تحت، وهتقول له اوبشن وكيب ان دوك، وبكده هتلاقيها فضلت موجوده عندك هنا. علق بقى معاك برنامج، مش ضروري بقى تخش من جوه وتفتحه، لا، قفلناها اهو. هتفتحها مره تاني بسرعه، تقفله تفتحه، تشوف الموضوع ماشي ازاي. اهو خلاص عرفنا احنا الدنيا بتاعتها عامله ازاي. اتمنى يكون الموضوع مفيد، مش عاوز اطول عليكم، وان شاء الله نشوفكم في الفيديوهات اللي جايه قريب. مع السلامه.